اسمحي لي اختلف معاك يا دكتوره ان الراجل سبب التحرش. لا، الست اساس التحرش، لانها لو لبست واسع واحترمت نفسها الغريزه اللي في الكائن اللي انت بتتكلمي عليه ده مش هتستفز، وبالتالي هي اللي غلطانه. او تقاطع الرجاله زيك كده وتبقى لا مؤاخذه يعني سوري في الكلمه معقده. مثال لكائن الراجل المتخلف اللي مش شايف ان الست هي نص المجتمع، مثال الكائن اللي بنتكلم عنه. أنا بتفق مع حضرتك يا دكتور إن الراجل مش سبب التحرش، لأننا ما ينفعش نقول على المتحرش راجل من الأساس. الراجل هو اللي بيقدر المرأة، المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي السكن للراجل، هي اللي بتربي وتعلم، هي اللي بتطلع رجالة بجد للمجتمع. عشان كده أنا مش شايف إن الست نص المجتمع، لا، الست هي المجتمع كله. علي، أنا وثقت فيك. اوعى تطلع زي بقية الرجالة اللي بيقضوها مع البنت شهر والتاني وبعدين يرموها. أنا عمري ما هبقى زي بقية الرجالة وأقضيها معاكي شهر والتاني وبعدين أرميكي. عشان أنا هرميكي دلوقتي حالا. قلنا لكم البس واسع، عرفت بقى ان كان قلبي عليكم. ايه التخلف ده؟ لكن لو قلت لك عادي ودي حريه شخصيه كان زماني شاب لطيف ولذيذ وحبوب. انا عايز اقول لك على كلمتين. انا مش مصلح اجتماعي وبكره النصايح، لا بحب اقولها لحد ولا بحب حد يقولها لي. بس عايز اقول لك على حاجه، في بلدنا دي مهما قابلت شاب قاعد يكلمك على التفتح والحريه، اول ما بتديله حته عزيزه عليك ترخصي في عينيه. لكن طول ما انت فاهماه انك عمرك ما هتديله حاجه تغضب ربنا وانك عامله مسافه بينك وبينه، حطك في قلبه كده في منطقه فوق، بيشوفك بطريقه حلوه.